السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في الكليات العسكرية وكلية الشرطة بإذن الله، ويا رب يا أبطال كل اللي نفسه في حاجة فيكم يحققها إن شاء الله. بص يا أخويا، أنا اتكلمت قبل كده عن اختبار القدرات بكلية الشرطة، اتكلمت عن المقاس والقوام بكلية الشرطة، واتكلمت برضو عن اختبار الطبي بتاع كلية الشرطة. تمام. واتكلمت في حربية برضو عن اختبار السمات، واتكلمت عن الكشف الطبي بتاع السمات اول يوم وتاني يوم ماشي بتاع حربية. فرابع اختبار بيتكلم عن اختبار الطب النفسي لحربية وشرطة في نفس الوقت، لان هو اختبار حربية هو اختبار شرطة الطبي النفسي عشان تبقى عارف ماشي. بس قبل ما اتكلم يا رجاله عن الموضوع بتاع النهارده، عشان الموضوع مهم جدا جدا جدا، وخصوصا لان الموضوع ده ما فيهوش التماس. الطب النفسي ده يا رجاله ما فيهوش التماس، يعني لو لا قدر الله انت سقطت فيه كده خلاص انت ما لكش اي حاجه ثانيه، خلاص كده انت موضوعك انتهى سواء شرطه او حربيه ماشي يا رجاله. بس قبل ما اتكلم يا صاحبي عن الموضوع بتاع النهارده، لو اول مره تتفرج عليا تمام، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان الفتره اللي جايه دي مهمه خالص لك انت. تمام. السؤال اللي بيتسال كتير قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم عن الموضوع بتاع النهارده، وبرضه اعمل لايك للفيديو يا اخويا. الناس اللي بتسالني كتير انت مش ضابط، طب انت طالب، طب انت شغلانتك ايه بالظبط، او مجالك ده شغال في ايه؟ بص يا صاحبي، انت كل اللي عليك انك انت تاخد معلومه حقيقيه. كل اللي عليك تاخد معلومه حقيقيه بصفتي طالب، بصفتي ضابط، بصفتي راجل شغال بره، بصفتي ان انا مش في الكليه، بصفتي اي حاجه. انت عليك تاخد معلومه حقيقيه تدخل تلاقيها موجوده عندك فعلا في الاختبار بتاعك، مش اكتر ولا اقل. ماشي يا رجاله. بس عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، الموضوع بتاع النهارده هيتكلم عن الطب النفسي. الطب النفسي ده هل في حد بيسالك بعد ما تخلص؟ تمام، هجاوبك على السؤال ده. طب الطب النفسي ده اسئلته كتيره ولا قليله؟ برضه هجاوبك على السؤال ده. طب الاسئله اللي فيه هل اسئله عامه تمام ولا اسئله شخصيه ذهنيه لك انت؟ برضه هجاوبك على كل الاسئله ديت تمام، بس بعد ما تعمل لايك يا صاحبي وتشترك في القناه. بص يا اخويا، اول حاجه اختبار القدرات، اختبار الطب النفسي ده يا رجاله عشان تبقى عارف ما فيهوش تظلم ماشي، دي اول نقطه. تمام. اختبار القدرات ده لازم تصحى بدري، اول حاجه تعملها انك انت لازم تصحى بدري. تمام. دخلت الكليه وعديت الاجراءات بتاعتك بكارت التردد، دخلت الكليه. تمام. طبعا كلكم عارفين زي ما حصل في القدرات وزي ما حصل في المقاس والقوام وفي الطبي، هتفضل برضو قاعد مستني دورك لغايه لما حد يجي لك. تمام. وتدخل اول حاجه العياده. تمام. العياده ديت مش عياده بس، نظام اوضه كده فيها اجهزه كمبيوتر. اهم حاجه يا رجاله في الاختبار ده اوعى تكذب. ليه بقى؟ لان الاسئله ديت هتتسال لك في سمات واحد تاني هي عشان تبقى عارف، وهو الجهاز هيعمل توافق ما بين الاجابه دي والاجابه دي. فانت لو جاوبت هنا غلط وجاوبت هنا اجابه تاني كده انت حطيت نفسك في دوامه. ماشي يا رجاله. تمام. فايه اللي هيتم منك بالظبط انك انت تجاوب الحقيقه، حتى لو كان السؤال ده فعلا تمام في كسوف او في حاجه ممكن تضرك، ولكن تجاوب الحقيقه. ماشي يا رجاله. تمام. مبدئيا كده ايه هي الاسئله اللي هتجيلك؟ تاني سؤال برضو، ايه هي الاسئله اللي هتجيلك؟ تمام. الاسئله كلها يا رجاله اسئله عامه واسئله شخصيه. تمام. الاسئله كلها اسئله شخصيه وذهنيه. يعني ايه شخصيه وذهنيه؟ يعني هيسالك انت تمام هل فكرت في الانتحار؟ عندك 3 اجابات، هو الامتحان كله اصلا اختياري، نعم ولا لا ولا احيانا. نعم ولا لا ولا احيانا. هيجيلك سؤال فكرت في الانتحار، لو فكرت في الانتحار قول فكرت، بس اعمل حسابك لو جاوبت نعم هيقول لك ليه، لو جاوبت احيانا هيقول لك ليه. فيفضل يا نعم يا لا، ابعد عن احيانا خالص، الغي كلمه احيانا دي، لان اي احيانا ديت الاسئله كلها هتجيلك فيها هي. يعني انت لو فكرت في الانتحار ودوست احيانا هيجي في الاخر كده يجيلك دكتور يسالك اخترت ليه احيانا، فابعد عن احيانا دي خالص واركنها على جنب، احنا مش محتاجينها. خلي اجابتك يا نعم يا لا. احيانا دي فيها تردد عشان تبقى عارف انت كده متردد. تمام. فكرت ليه وهتحط نفسك في الامتحان ماشي. ولكن لما يقول لك فكرت في الانتحار وتقول له لا، تمام خلاص مش هيسالك في حاجه زي كده، هو كده هيسالك، كده هيسالك سواء اخترتم كلهم نعم او اخترتم كلهم لا. ولكن انا مش عايزك تختار احيانا دي عشان هي فيها مصدر الاسئله كلها. تمام. وممكن ما تطلعش منها لو انت اخترت احيانا، لان انا اللي سال لي قبل كده برضو كان مجرد سؤال كده واخترت احيانا، هو الوحيد اللي اخترت احيانا وهو اللي سال لي عشان تبقى عارف. كان كذا حد كذا نقطه كانوا فيها احيانا كنت مجاوبهم احيانا وجات لي برضو السؤال ده ماشي. فابعد عن اي حاجه فيها احيانا. فلما يجي يسالك على الجهاز، هم كام سؤال يا رجاله؟ حوالي 55 سؤال او 60 سؤال حاجه زي كده. تمام. في وقت 10 دقائق، في 10 دقائق
او لا في وقت نص ساعه باين، يعني نص ساعه تلت ساعه حاجه زي كده. المهم ايا كانت المده هتقرا سؤال كويس وتجاوب يا بنعم يا باحيانا. الاسئله فيها كسوف، يعني الفيديو ده للرجاله او البنات برضو ما فيهاش لا حقيقه في العلم، بس السؤال ممكن يجي لك ويقول لك هل فكرت في الجنس؟ فانت تجاوب الحقيقه بقى، جاوب الحقيقه، محدش ما يفكرش عشان تبقى عارف، ما تبقاش ايه. وخلي بالك والظابط هناك هيقول لك كده، الظابط هيجي يقول لك السؤال اللي فيه كسوف جاوب الحقيقه برضو، ما فيش حاجه اسمها كسوف عندهم اصلا عشان تبقى عارف. لو بيقول لك سؤال هل فكرت في الجنس؟ اه فكرت، لا ما فكرتش، وقول الحقيقه بقى دي بدماغك انت. بس لو قلت لا هقول لك ليه لا ما فكرتش ليه في الجنس. لو قلت نعم برضه هقول لك نعم. لو فكرت لا لو اخترت احيانا هقول لك ليه ما فكرتش، فاهم؟ او ليه فكرت في مره ومره لا. تمام. يعني انا ابسط مثال جالي سؤال، تمام، هل تظن ان اصدقائك بيتحدثوا عنك من وراء ظهرك؟ فانا اخترت احيانا. فجاه الضابط قال لي اخترت ليه احيانا؟ تمام. قلت له كذا 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 كذا، وجاوبت له بلغه عربيه فصحى. المهم في الاختبار ده يا رجاله بعد الكذب اوعى تكذب، اهم حاجه دي. الحاجه الثانيه انك تكون واثق من نفسك، انك انت يا صاحبي بعد ما تخلص الاختبار ده ايه اللي هيحصل معاك؟ اول ما تخلص الاختبار ده يا اخويا هيجي لك بعد ما تخلص تروح داخل على عياده فيها 3 دكاتره، هتقعد عند اي دكتور فيهم هيقعدك قدامه وقدامه الشاشه دي فيها الاجابات اللي انت اخترتها. تمام. هيقول لك اسمك ايه؟ هتقول له انت وقاعد كده ما تقعدوش تتكلم بايدك دي، لا ما تتكلمش بايدك خالص، خليك ايدك على رجلك كده. تمام. ويسألك سؤال انت اخترت ليه احيانا؟ انت مثلا هل تفكر في الجنس مثلا، او هل تفكر في الانتحار؟ اخترت ليه احيانا؟ انت وقاعد كده واثق في نفسك جاوب. لان يا فندم انا فعلا في اوقات كده كنت بمر بفتره صعبه وما كنتش عارف اعمل ايه الصراحه، وحسيت ان الموت هو الحاجه الوحيده اللي هتريحني. كنت تعبان جدا لدرجه ان انا فكرت في الانتحار، حاجات من دي. ماشي. بس حاول على قد ما تقدر ما تبينلوش انك انت ضعيف شخصيه، ما تبينلوش انك انت مش قد مسؤوليه، خليك مفهمه انك انت قد المسؤوليه. تمام. خلي بالك ابعد عن احيانا، نصيحه اخويه ابعد عن كلمه احيانا دي، خليك في نعم او لا، لان احيانا ديت هتخليك تضطر انك انت ايه، هتعك معاك الدنيا، هتعك معاك الدنيا بجد والله. بس يا رجاله فاهم حاجه تخلي بالك من اجاباتك كويس، والاجابه اللي تختارها هنا خليك فاكرها كويس، خليك فاكر الاجابه اللي انت تختارها. اخترت نعم خليك فاكر اخترت نعم، لو اخترت لا خليك فاكر انك انت اخترت لا، لان لما تيجي تمتحن سمات واحد تمام باذن الله برضه هديك اسئله نفس الاسئله ديت، وهتشوف انت بقى هترجع ذاكرتك هل اخترت نعم ولا اخترت لا ولا اخترت احيانا. تمام يا ابطال. ده اللي هو الطب النفسي الخاص بكليه الشرطه او الكليه الحربيه. يبقى انا كده اتكلمت في الفيديو ده عن 3 حاجات. هل في دكتور هيسالك؟ في دكتور هيسالك. تمام. طب الاسئله دي كام سؤال؟ حوالي 55 سؤال او 60 سؤال او ايا كانت الاسئله. تمام. والحاجه الاخيره الاسئله دي اسئله شخصيه وذهنيه ولا اسئله عامه واقتصاديه؟ لا اسئله شخصيه وذهنيه. تمام. طب ايه اهم النصائح في الكشف بتاع النهارده؟ انك ما تكذبش وانك تكون واثق من نفسك. والحاجه الثالثه والاخيره انك ما تختارش كلمه احيانا دي نهائي، خليك في نعم او لا. ماشي يا رجاله عشان ما توجعش نفسك في غلط. بس يا ابطال ده الفيديو بتاع النهارده اللي هو الكشف الطبي النفسي الخاص بكليه الشرطه او الكليه الحربيه. تحياتي ليكم يا ابطال. بص يا صاحبي اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك اهم حاجه يا اخويا عشان الفيديو يوصل لناس كتير. تحياتي ليكم طارق البدري.